السلام عليكم، انا عبد الرحمن رجب، ايروسبيس انجينيرنج ستودنت في جامعه اسكندريه. وان شاء الله النهارده جايين نتكلم عن الامبريسيف ديفرنشيشن. طيب كبدايه كده، زي ما قلت انا الحمد لله مهندس طيران، طالب هندسه طيران في اسكندريه. وبحب ان انا اشرح ماث وميكانيكس، طبعا مرتبط بالشغل جدا، وانجينيرنج دروينج. واكتر حاجه بحبها ان انا مش بحب ان انا احفظ قانون او حاجه، بحب ان انا استنتج القانون. عايز اعرف هو جه منين عشان استنتجه، عشان ما ابقاش مضطر ان انا احفظه، مجرد ما ابقى عطلته ومحتاج القانون ده واعرف ارجع له في اي وقت. طب خلينا نخش على طول. مبدئيا الاشتقاق او الديفرنشيشن خدناه في ثانويه عامه كلنا، هو ان انت عايز تجيب الميل عند نقطه معينه لفانكشن معينه عشان تعرف تدرس لها شويه خواص للفانكشن، بتزيد ازاي، بتقل ازاي، وهكذا. كلنا عارفين، يعني مثلا كمثال احنا عندنا دلوقتي واي بتساوي اكس كيوبيك. فعشان اجيب دي واي باي دي اكس باخد الباور بتاع الاكس بنزله تحت، وبعد كده بزود واحد، بنقص واحد قصدي على الباور، فيبقى 3 اكس سكوير. طيب، ده الديفرنشيشن العادي اللي كلنا عارفينه. لما اجي اتكلم على الامبليسيت ديفرنشيشن، لو عندي مثلا حاجه زي كده، واي سكوير بتساوي اكس كيوبيك، حاجه زي كده بتتحل بطريقتين: الاكسبليسيت ديفرنشيشن، وده الحاجه اللي احنا اتعودنا عليها طول عمرنا، والامبليسيت ديفرنشيشن، وده اللي هنتكلم عنه ان شاء الله. وده الاسهل والاسرع بالمناسبه. في حاجات بيبقى الاسرع فيها الاكسبليسيت، بس انا بعد كده اغلب الشغل هيبقى معتمد على الامبليسيت، حتى وانت مكمل بعدين في انتجريشن او في حتى ديفرنشيشن لحاجات تانية برضو مكمل في الامبليسيت، وهشرح ازاي. طيب، في الاكسبليسيت الحاجه الطبيعيه ان انا عندي عايز اخلي الواي لوحدها، فبعمل واي بتساوي روت اكس كيوبيك، بعد كده الروت اكس كيوبيك دي اللي هي اكس باور 3 اوفر 2. تمام، وبنزل الباور عادي 3 اوفر 2، وبعد كده بنقص من 3 اوفر 2 واحد فتبقى هاف، وبعد كده الهاف دي اللي هي روت اكس، فتبقى واي داش بتساوي 3 اوفر 2 روت اكس. الشكل الطبيعي للفانكشن. الامبليسيت هنشرح ازاي بنعمله دلوقتي، ولكن الفانكشن دي بتتحل اكسبليسيت، بس في فانكشنز كتير بعد كده مش هتتحل بالشكل ده. احنا محتاجين نعرف طريقه مختلفه. طب هي ايه الطريقه المختلفه دي؟ انا زي الفانكشن اللي فاتت، زي ما شفتوا احنا كنا بنخلي الواي لوحدها. احنا بعد كده هنعتمد ان احنا بنعمل ديفرنشيشن لانه فاريبل. في العادي احنا بنعمل مثلا ديفرنشيشن للاكس، بنقول دي واي باي دي اكس، او مثلا دي واي باي دي تي، دي واي باي دي زد، دي واي باي دي حمار. اي حاجه موجوده بنعمل لها الديفرنشيشن. هي دي البيز اللي عندنا، دي اللي مش هنعمل لها داش، وهنفهم قصدي ايه دلوقتي. فالامبليسيت احنا بعد كده لا، احنا هنعمل ديفرنشيشن لكل الفاريبلز اللي موجوده، بس هناخد بالنا احنا انهو البيز عندنا. فمثلا احنا عايزين دي واي باي دي اكس لنفس الفانكشن. تمام، بنيجي على الفانكشن الاولانيه، بنقول والله واي سكوير دي، الواي سكوير دي هنعمل لها ديفرنشيشن عادي، فهنقول 2 تنزل تحت، الباور هينزل تحت ال 2، وبعد كده هنقول 2 واي عادي جدا. طيب ايه الواي داش اللي محطوطه في 2 واي دي؟ دي بقى اللي انا بتكلم عليها. واي داش دي اللي هي دي واي باي دي اكس العاديه اللي احنا اصلا عايزينها وبندور عليها. طب ليه بنحطها؟ لان انا مش بعمل ديفرنشيشن للواي، انا بعمل ديفرنشيشن للاكس، مش قصدي للاكس او الواي، قصدي with respect to. انا مش بعمل ديفرنشيشن بناء على الواي، انا بعمله بناء على الاكس. فلازم طول ما الواي مختلفه احط جنبها الداش بتاعتها، اللي هو الديريفاتيف بتاع الفانكشن اللي جوه، زي كاني عندي مثلا 2 في 2x، 2 في 2x. عشان اعمل ديفرنشيشن لدي بقول والله الاجابه بتساوي 2 في 2x. تمام، اللي هي اللي هي العاديه. بقول والله مثلا ادي عندي الفانكشن هي تمام، فانا بقول والله انا هعتبر ان دي فانكشن، فهقول بتساوي 2. تمام، ودي فانكشن عادي، الباور بتاعها هينزل، وهي الاجابه هتبقى ب 1 تايمز ديريفاتيف الفانكشن اللي جوه اللي هي كام؟ 2x، دي الديريفاتيف بتاعها كام؟ تايمز 2، فتبقى بتساوي 4. نفس الكلام اللي انا عملته هنا، واي سكوير، انا بعتبر الواي سكوير دي فانكشن كلها سكوير، فانا عندي واي اول سكوير. عشان احل الفانكشن دي بقول والله هنزل الباور عادي واضربه في الفانكشن، بتبقى 2 مضروب في كل اللي جوه اللي هو واي حاليا. تمام، وبقول والله باور 1 اللي هي 2 واي، طيب تايمز ديريفاتيف الفانكشن اللي جوه اللي هي واي داش، فتبقى 2 واي واي داش. طيب الناحيه الثانيه الاكس، انا كده كده مش هعمل لها اكس داش لان انا بعمل اصلا الديفرنشيشن على الاكس، فتبقى 3 اكس سكوير اللي هو الشكل العادي اللي احنا بنعمله. بعدين بخلي الواي داش لوحدها كان لوحده، فتبقى واي داش بتساوي 3 اكس سكوير على 2 واي. في الحاله دي انا كنت عارف احل الفانكشن دي اكسبليسيت، فكنت بعرف افك الواي. طب لو انا وقفت هنا وما كملتش، انا كده صح تمام، فانا كده تمام مظبوط. طب انا لازم اكمل ليه؟ لان انا ممكن افك الواي واخليها اكس، بس في حالات تانية انا مش هعرف افك الواي، زي السؤال اللي جاي ان شاء الله. فبيبقى الواي داش بتساوي 3 اكس سكوير على 2 روت اكس كيوبيك، جبناها من هنا من القانون ده،
وبعدين الواي داش بتساوي 3 اوفر 2 روت اكس اللي هو الشكل الطبيعي. طيب ماذا بقى لو انا عندي حاجه مش هعرف اخلي الواي لوحدها والاكس لوحدها زي ما كنا بنعمل؟ حاجه زي كده، اكس سكوير بلس اكس واي بلس كوزين واي بتساوي 8 واي. حاولوا توقفوا الفيديو دقيقه او حاجه تفكروا ممكن نحل ده ازاي بنفس الفكره الاولانيه. تمام، يلا بينا. ده الستبس بتاعت السوليوشن، نفس الفانكشن عندي. اول حاجه باخد كل ترم اعمله ديفرنشيشن لوحده زي ما عملنا. انا عندي دلوقتي اكس سكوير، خليها 2x عادي جدا. طيب الاكس واي دي بعتبرها اتنين فانكشنز مضروبين في بعض. انا لما كان بيبقى معايا اتنين فانكشنز مضروبين في بعض، مثلا f of x و g of x، كنا بنقول والله f times g all derivative دي بتساوي ايه؟ بتساوي f derivative في الجي زائد g derivative في الاف، اللي هي المشتقه بتاعت الاف مضروبه في الجي والمشتقه بتاعت الجي مضروبه في الاف ونجمعهم مع بعض. ده اللي عملناه بالظبط هنا. عندي فانكشن x وعندي فانكشن y، اعتبرت كل واحده فيهم فانكشن. هاخد اول حاجه ديريفاتيف الفانكشن الاولانيه اللي هي الاكس، الديريفاتيف بتاعها كام؟ واحد. فهتبقى بقى بتساوي واحد تايمز الفانكشن اللي هي اللي بعدها اللي هي واي، فتبقى واحد تايمز واي زائد اخد الفانكشن الاولانيه زي ما هي تحت، فتبقى اكس مضروبه في ايه؟ مضروبه في ديريفاتيف الفانكشن الثانيه اللي هي واي. ديريفاتيف واي ايه؟ هتساوي واحد في واي داش، زي نفس الفكره الاولانيه ان احنا بنشتق حاجه غير اكس فبالتالي لازم نحط الداش بتاعتها، فتبقى بتساوي واي زائد اكس واي داش. واللي بعدها كوزاين واي، نفس الفكره. عندي كوزاين الديريفيتيف بتاعه ايه؟ نيجاتيف ساين. نيجاتيف ساين الحاجه اللي جوه تايمز ديريفيتيف الحاجه اللي جوه. الحاجه اللي جوه اللي هي واي الديريفيتيف بتاعها واي داش، فتبقى نيجاتيف ساين واي تايمز واي داش بتساوي 8 واي. 8 واي دي ممكن اعتبرها تو فانكشنز واعملها، وهتلاقي ساعتها ان الديريفيتيف بتاع ال 8 بزيرو، فيبقى في ترم اتلغى. وممكن اعملها بنفس الطريقه العاديه ان انا عندي 8 واي هعمل ديريفيتيف ليها فتبقى 8 تايمز واي داش، لان انا عندي الواي موجوده مش واي داش، مش اكس مثلا، فلازم احط واي داش. فتبقى 2 اكس بلس واي بلس اكس واي داش ماينس ساين واي تايمز واي داش بتساوي 8 واي داش. بعد كده اخد الواي داش كلها في مكان واحد، فالماينس ساين دي هتروح الناحيه الثانيه ببلس، الاكس واي داش دي هتروح الناحيه الثانيه بماينس، فتبقى 8 واي داش ماينس اكس واي داش بلس ساين واي داش بتساوي 2 اكس بلس واي. واخد الواي داش كومن فاكتور فتبقى 8 ماينس اكس بلس ساين واي بتساوي 2 اكس بلس واي. بعد كده الواي داش خليها لوحدها فتبقى 2 اكس بلس واي على 8 ماينس اكس بلس ساين واي، وتبقى دي الاجابه النهائيه. طيب هل الامبليسيت ديفرنشيشن يعني ما بيبقاش ليه علاقه غير بس بالشكل ده وان انا في حاجات مش عارف افصلها؟ لا، انا ممكن بالامبليسيت ديفرنشيشن افتكر قانون مثلا. زي ايه مثلا؟ عندي مثال زي ده. عندي واي بتساوي ساين انفرس اكس. طبعا الساين انفرس ده ممكن تكون لسه ما عداش عليكم، ولكن انا مثلا عندي اكس بتساوي ساين واي، اكس بتساوي ساين واي، فالواي بتساوي ساين انفرس اوف اكس اللي هي العكس بتاعها. نفس الفكره بتاعت الاله لما كنا عايزين نجيب الانجل فكنا بنعمل ساين انفرس. كنا عايزين مثلا، احنا عندنا مثلا الوتر والمجاور وعايزين نجيب الانجل فكنا بنعمل كوزاين انفرس وهكذا. طيب الشكل ده لو انا عايز اجيب واي داش، ممكن لو واحد يبقى حافظ القانون فيكتب واي داش بتساوي واحد على روت، هو حافظ القانون بتاعها واحد على روت 1 ماينس اكس سكوير. بس انا مش عايز اعمل كده، انا عايز افهم القانون ده جاي منين، مش عايز احفظه. طيب يلا بينا، احنا هنشوف الشكل ده مثلا ممكن نحله ازاي. انا كان عندي y بتساوي ساين انفرس اوف x، فهقول والله x ايكوال ساين y هي. انا عندي انجل مثلا ساين 30 مثلا بتساوي هاف، فهاف بتساوي ساين انفرس 30 بتساوي ساين انفرس اوف هاف، فيبقى الهاف بتساوي ساين 30 عادي جدا. ماشي. بعد كده انا عندي خلاص ساين واي عرفتها اللي هي بتساوي x، اللي هي بتساوي x على واحد، ما عملتش اي حاجه، x هي x على واحد. وهعمل مثلث، هقول والله الانجل واي، تمام، الضلع بتاعه اكس على واحد، طبعا الضلع اللي هو المقابل علشان يبقى احنا عندنا ساين يبقى اكس على واحد. وبعد كده بفيثاغورس اجيب الضلع اللي هو التاني اللي هو روت ده سكوير ناقص ده سكوير فيبقى روت 1 ماينس اكس سكوير، اللي هو فيثاغورس العادي جدا. بعدين اعمل امبليسيت ديفرنشيشن. الاكس الديريفيتيف بتاعه ايه؟ واحد. وساين واي الديريفيتيف بتاعها ايه؟ كوزاين واي تايمز واي داش اللي هي دي واي باي دي اكس، نفس الفكره اللي كنا بنعملها في الامبليسيت ديفرنشيشن عادي جدا. بعدين اجيب الواي داش في مكان لوحده فيبقى الواي داش بتساوي 1 اوفر كوزاين واي. طب انا اعرف اجيب كوزاين واي؟ اعرف، لان انا عندي المثلث، من المثلث كوزاين واي بتساوي روت 1 ماينس اكس سكوير على واحد. تمام، ادي ايه كوزاين واي. طيب فانا معايا كوزاين واي، فخلاص واي داش بتساوي واحد على كوزاين واي اللي هي واحد على روت 1 ماينس اكس سكوير اللي هي اللي معانا. فيبقى احنا كده عرفنا نجيب القانون بتاع الساين انفرس من غير حتى ما نحتاج نحفظه.
طيب الهوم ورك حاول تجرب تجيب القانون بتاع الكوساين انفرس والقانون بتاع التان انفرس، نفس الفكره ونفس الطريقه، بس المهم ان انت تعرف ازاي تعمل الامبليسيت ديفرنشيشن. انا كده خلصت. شكرا للاستماع وفولو، عشان انا عندي كونسبتس تانية ممكن نشرحها في اي وقت، تعرف تتواصل معايا او اعمل لك فيديو اشرح فيه او اي حاجه. بس شكرا.